بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس وماريمينا العجائبي. عمركم سمعتوا عن القديس عباس جرجس الغالي؟ تعالوا بينا نعرف مين هو عباس جرجس الغالي أو الشهير باسم عباس الغالي. بس قبل ما نعرف قصة القديس عباس، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس وماريمينا العجائبي. يلا نعرف تفاصيل قصة النهاردة بتحكي وتقول ايه. قصتنا النهاردة عن القديس عباس جرجس الغالي الشهير باسم عباس الغالي. ده عاش في وقتنا الحاضر ده، وبيعرفه كل أهالي بهجورة وكل اللي حولها اللي بتتبع مركز نجع حمادي في محافظة قنا. قدم كل حياته وصلواته وخدماته لربنا يسوع المسيح. اتولد في 12/9 سنة 1903، وتنيح 7/10/1994، وعاش على الأرض حوالي 91 سنة قضاها في خدمة ربنا والكنيسة وكل الناس. عشان كده ربنا أكرمه واداله مواهب كتير، منها مواهب إخراج الأرواح النجسة اللي هي الشياطين يعني، وموهبة معرفة الغيب، وشفاء المرض بالصلاة، وحبه للخدمة ورد الضالين، وكمان خلاص نفوس الكثيرين. وكان دايما بيشوف الست العذراء ويتكلم معاها، وكانت بتجيله عشان تشفي المرضى والمتعبين. وكمان القديس عباس ده شاف ماري جرجس ورئيس الملائكة ميخائيل، وكان بيحب كتير الفقراء والمساكين، وكانت بتجيله تبرعات كتير جدا وتقدمات من المؤمنين، فكان بيوزعها على المحتاجين. وهو كان فقير ماديا لكن كان غني في الروح، واستطاع بمعونة ربنا بناء كنيسة العذراء في بهجورة، وكمان عمل ملجأ، وراح باع كل ممتلكاته وجمع تبرعات عشان يعمل كنيسة العذراء مريم ببهجورة في مركز نجع حمادي. وعاش كل أيام حياته في الكنيسة، وكان بيجي للكنيسة دي الآلاف من الشعب من مختلف الجنسيات والأماكن علشان يشوفوا القديس عباس ده ويصلي لهم وربنا يشفيهم من الأمراض، وكمان يحللهم مشاكلهم. يوم نياحته هبت رياح عاصفة شديدة جدا، وسقطت أمطار غزيرة جدا، واتقال إن الطبيعة كانت بتشارك الأحزان والصلوات يوم نياحة القديس عباس ده. وصلى على جثمانه الطاهر الأنبا كرولوس أسقف نجع حمادي، والأنبا شاروبيم أسقف قنا، وكهنة كتير من قرى ومراكز مجاورة ليهم. وأثناء تشييع جثمانه كان جسده الطاهر بيرجع متجه للكنيسة تاني لغاية ما اتعمل له مزار واتدفن بكنيسة العذراء مريم اللي هو بناها. لكن للأسف المزار ده اتقفل في وش الناس يعني اللي كانوا بيجوا ملتمسين منه البركة. بركة صلواته تكون معانا آمين.